أهلا بكم، أنا سام سليمان، وخلينا النهاردة نبدأ بموضوع مهم جدا. موضوع يمكن مش بنفكر فيه كل يوم، مع إنه موجود حوالينا في كل لحظة: البيانات أو الداتا. تخيل كده إن صاحبك بيتصل بيك عشان يقولك رقمه الجديد ويتكلم معاك على آخر مسلسل اتفرج عليه على نتفليكس. بعدها بيفتح الانستجرام ويوريك صور رحلته الأخيرة. السؤال هنا: إيه اللي بيربط كل الحاجات دي ببعض؟ مكالمة التليفون، مسلسل على نتفليكس، صور على الانستجرام. الخط المشترك هو ببساطة البيانات. الأسماء وأرقام التليفونات اللي عندك في جهات الاتصال دي بيانات. لما بتعمل مكالمة، مدة المكالمة، تاريخها، الوقت اللي حصلت فيه، دي كلها بيانات. حتى الرسائل اللي تبعتها وتستقبلها دي كمان بيانات. الابليكيشنز على موبايلك بتجمع وتستخدم بيانات، مثلا زي لما تستخدم برنامج جوجل مابس. جوجل مابس بيجمع ويستخدم بيانات زي مثلا موقعك الحالي. ولو دخلت موقع للتسويق اونلاين زي مثلا امازون او غيره من المواقع، المنتجات اللي شفتها، الحاجات اللي ضفتها في سلة المشتريات، تاريخ وسجل المشتريات، كلها بيانات. حتى معلومات حسابك زي اسمك، عنوانك، تفاصيل الدفع، برضه دي بيانات. المواقع بتستغل البيانات عشان تديك اقتراحات مخصصة على حسب اللي اشتريته أو اللي بحثت عنه قبل كده. حتى الإيميل اللي بيجيلك بعد ما تشتري حاجة أونلاين في بيانات زي المنتج اللي اشتريته، السعر الكلي، تفاصيل التوصيل. البيانات زي الحروف، كل حرف لوحده مش بيقول حاجة، ولكن لما نجمع الحروف ونرتبها تتكون كلمات وجمل بتوصل لنا معنى. مثال بسيط: لو عندك أرقام زي 3، 7 و5، كل رقم فيهم هو نقطة بيانات مستقلة، لكن لما تجمع شوية أرقام مع بعض ممكن يطلع منهم رقم موبايل أو تاريخ ميلاد أو حتى رقم وظيفي. البيانات مش مجرد أرقام أو كلمات متفرقة، دي أساس أي معلومة أو قرار في حياتنا اليومية، من أول مكالماتك ورسايلك لحد مشتريات الأونلاين والإحصائيات اللي في الشركات الكبيرة. كل دي مبنية على البيانات، ولو عرفنا إزاي نجمعها ونحللها صح هنقدر نفهم العالم حوالينا بشكل أفضل وناخد قرارات أذكى. أحب أسمع منكم في التعليقات إيه أكتر تطبيق أو موقع بتحس إنه بيستخدم بياناتك بشكل ذكي عشان يسهل عليك حياتك. ولو حابب تعرف أكتر عن عالم البيانات وتطبيقاته، تابعني في الفيديوهات الجاية، لأنها هتساعدك تفهم أكتر إزاي تستفيد من البيانات بشكل عملي. الموضوع مش صعب، ساعتين كل يوم على نفسك بيساوي مستقبل جديد. أشوفكم في الفيديو الجاي.